ناس كتير ما تكونش فاهمة الديزاين. لما بنيجي نعمل تصميم او ديزاين بنتعب فيه قد ايه، او بيكونوا شايفين او فاكرين ان هو مجرد مجموعة صور بيشوفوها علشان يشوفوا شكل البيت بتاعهم هيبقى عامل ازاي، لكن مش بيبقوا متخيلين ايه اللي المفروض يحصل بعد ما بيشوفوا الصور دي، وهم بياخدوا الصور ويبتدوا يشتغلوا عليها. ومش كل الناس اللي بتعمل شوب دروينج، فالشوب دروينج من الحاجات المهمة جدا في التصميم. اللي احنا شايفين الحاجات الهيروغليفي اللي قدامكم دي، وانا قاعدة بشتغل كده لازم اطلع بلان بالشكل ده عشان انا بس اللي ببقى فاهماه، وبعد كده بعد كده بشتغل سيكشنز. مثلا هنا زي ما انتم شايفين، هنا مثلا عايزة اوريكم مثلا ده الريسبشن، والريسبشن هنا ده حائط من حوائط الريسبشن، هيكون فيه ده الشوب دروينج للكهرباء، واماكن الكهرباء فين وابعادها قد ايه ومسافتها وارتفاعاتها. وهنا الشكل بتاع مثلا هيتعمل هنا في الحائط ده. الحائط ده هو اي واحد في البلان، وهيتعمل فيه ايه بالظبط، والكهرباء بتاعته هتبقى ايه وفين. وبناء على كمان ان هنا مثلا في الجزء ده كده السقف هيكون نازل علشان فيه تكييف كونسيلد، فالتكييف ده هيخلينا نضطر ان احنا ننزل السقف 40 سنتي في الجزء ده، وهيبقى قاطع الحائط ده من الناحية اللي هي فيها العمود اللي زي ما انتم شايفينه الجزء ده. فلازم نعمل حل ليها، وده بقى يعني كده سريعا حبيت بس ان انا افرجكم سريعا. ده بياخد وقت طويل جدا على ما هنا البلان دي مثلا فيها توزيع فرش وكمان اضاءة وكمان الكهرباء بتاعتها زي ما انتوا شايفين. مثلا هنا في كهرباء اللي هي البرايز، وفي هنا التلفزيون، وفي هنا السوفا او في سوفا تيبل، والسوفا تيبل مثلا فوقها في سبوت لايتس، وهنا في مسار حركة. يعني الموضوع ما بيقتصرش بس على مجموعة صور انتوا بتشوفوها، ده كله بيترجم على مقاسات، والمساحة نفسها بتتوزع عليها سواء الإضاءة السباكة، حاجات كتير جدا. فخدوا بالكم من الكلام ده، وهعمل لكم فيديوهات تانية عشان أعرفكم فيها أكتر عن الموضوع ده.